أهلا وسهلا بيكو في قناة توب 10. ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل جديد. فيديو النهاردة بيتكلم عن أغنى 10 ممثلين كوريين. رقم 1 الممثل كيم سو هيون، وهو من الممثلين الكوريين الأكثر شعبية. حصل على جائزتين من جائزة جراند بيلي أوردز، وهي جائزة بتعادل الأوسكار، وهو واحد من أكبر الأسماء في عالم الدراما. وشارك في مسلسل One Ordinary Day، النسخة الكورية الجديدة من سلسلة البي بي سي الشهيرة العدالة الجنائية، وأخد حوالي 423 ألف دولار لكل حلقة، وده جعله الممثل الأعلى أجرا في كوريا، بالإضافة إلى مسلسل It's Okay to Not Be Okay اللي لقى استحسان كبير، وكان أجره 155 ألف دولار لكل حلقة. رقم 2 الممثل لي جونج جاي، وهو من أشهر الممثلين الكوريين، ووصل إلى النجومية العالمية في سنة 2021 عن دوره في مسلسل لعبة الحبار، وأداؤه مكنه من الفوز بجائزة أفضل ممثل في السنة دي، وأخد حوالي 248 ألف دولار أمريكي لكل حلقة من المسلسل. رقم 3 الممثل سونج جونج كي، وهو من أهم الممثلين في الدراما الكورية حول العالم، واشتهر بدور جندي من القوات المسلحة في مسلسل أحفاد الشمس، وأخد 170 ألف دولار على مسلسله الأشهر والأنجح فينشينزو، وأشادوا بدوره نقاد الفن في الدراما الكورية. فينشينزو كاسانو. رقم 4 الممثلة سونج هاي كيو، وهي من أكتر الممثلات شهرة في جيلها، بالإضافة إنها من بين ممثلين الدراما الكورية الأعلى أجرا. اشتهرت بدور البطولة في مسلسل أحفاد الشمس، بالإضافة إلى المسلسل We Are Breaking Up في سنة 2021 اللي أخدت عليه 160 ألف دولار لكل حلقة، واشتهرت بكونها الوجه الإعلامي لماركات الأزياء العالمية بوتيجا فينيتا. رقم 5 الممثلة جون جي هيون، المعروفة باسم جيانا جون، وهي واحدة من أكبر نجوم الترفيه الكوري. شاركت في مسلسل أسطورة البحر الأزرق سنة 2016، بالإضافة إلى مسلسل جريسان سنة 2021، وحصلت على أجر 160 ألف دولار لكل حلقة من المسلسل. رقم 6 الممثلة لي يونغ آي، وهي من أنجح الممثلات في الدراما الكورية. هي لعبت دور محققة شرطية في مسلسل المحققة كو في سنة 2021، وتعرف بأنها أغنى 10 مشاهير في كوريا، على الرغم من أنها أخذت استراحة طويلة جدا من التمثيل، كانت حوالي 12 سنة. رقم 7 الممثل هيون بين، وهو واحد من الممثلين الأعلى أجرا في كوريا. من أشهر أعماله مسلسل هبوط اضطراري للحب اللي لعب فيه دور البطولة، حيث أن المسلسل واحد من أعلى الأعمال الدرامية الكورية تصنيفا في تاريخ تلفزيون الكابل في كوريا الجنوبية، وأخذ أجره 27 ألف دولار لكل حلقة. رقم 8 الممثل جي تشانغ ووك، وهو ممثل ومغني كوري شهير، اشتهر بأدواره في الدراما الكورية. بدأ مشواره الفني في التمثيل بمسلسلات تلفزيونية وأفلام، وهو واحد من أغنى الممثلين الكوريين ومن أكثرهم شهرة،
وأعلى أجر حصل عليه كان حوالي 45,000 دولار أمريكي عن دوره في مسلسل المعالج سنة 2016، بالإضافة إلى موهبته الغنائية اللي مكنته من الغناء وإصدار عدة أغاني وألبومات. هودي الأغاني غرامي سنين، هودي دموع ولغم وحنين، هودي وجع أنا لولا الهوى أنا مين، هودي الأغاني غرامي سنين. رقم 9 الممثل لي مين هو، وهو من أشهر الممثلين الكوريين وأعلاهم أجرا في كوريا. من أشهر أعماله المسلسل الملك الحاكم الأبدي سنة 2020، وكان أجره يتراوح من 70,000 دولار إلى 80,000 دولار عن الحلقة الواحدة. رقم 10 والأخير هو الممثل بارك بوغم، وهو ممثل كوري جنوبي اكتسب شهرة واسعة بأدواره المتنوعة في الدراما، ويتميز بموهبته الفريدة. من أشهر مسلسلاته Love in Moonlight، وده كان سنة 2016. كان أجره ما بين 25,000 دولار إلى 30,000. وبعد كده عمل مسلسل سجل الشباب سنة 2020، وصل أجره إلى 70,000 دولار لكل حلقة.